ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. صباح الفل طبعا. صباح ماشي. عاملين ايه؟ كويسين؟ الحمد لله. طب احنا عايزين النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، يعني لازم نركز علشان معلومات مهمه وخطيره. خطيره. تمام؟ مم. لا الكنيسه كلها ماشي في اسابيع الصوم. ماشي تمام خلاص ماشي وصلت. تمام احنا بقى طالما احنا في المولود اعمى يبقى احنا في الحد السادس. مولود اعمى. تمام. ايوه احنا في المولود اعمى السادس. موضوع اعمى حد تمام السادس. صح ماشي، احنا داخلين على موضوع اعمى هو- فعلا. تمام هنبدا اول سؤال مع بعض، عايزين نركز. اول سؤال، ايه هي احداث اسبوع المولود اعمى؟ يعني ايه اللي حصل في اسبوع المولود اعمى كده؟ فكروا معايا كده. ماشي. هو كان معاه 3 رسل او 3 تلاميذ، كان معاه بطرس ويوحنا وحد كمان. حلو. كانوا تمام ماشيين كده لقوا مولود اعمى. كان تقريبا بيستعطي عند الهيكل او مش ده مش فاكر. تمام حلو. مش فاكر اي حاجه. بس اللي انا فاكره انه بعد ما شافاه قال له ان هو المسيح، فدي كانت علامه مميزه لان هو والسامريه بس اللي اعلن ليهم كده مباشره ان هو المسيح. حتى تقريبا سجد له. عايزين نسمع الصح بقى. خلاص تمام ماشي. انت طب عندك خلاص، عندك اجابه تانية طيب؟ انما انا ما اعرفش الاعمى غير ان هو اتخلى له عينين بس، ربنا تف على الارض ولا خد خطيه الطين، ابوه حط على بقى عينه وايه. وخلى العين. تحت على الارض. الدنيا تمام. باظت خالص. يعني تمام، دي وجهه نظرك. الحمد لله. تمام هخش على السؤال التاني. خش اتفضل. على السؤال التاني. عندكم فكره هو كان كبير في السن ولا شاب؟ لا كان كبير. هو بابا ومامته كانوا لسه عايشين، فانا اظن ان هو كان في الثلاثينات. هو مش شرط. ماشي فضل هو عشان كده التلاتينات. قلت في الثلاثينات. ما ممكن يكون في الاربعينات. احنا ممكن نشوف الاصحاح كاتب ايه او استاذ مينا ماشي. عايز الاجابه تبقى عامله ازاي. ماشي هو اصلا مش كاتب اجابه اصلا، ما علينا. ما هو عشان عارفها بدماغه. لا ما دي حاجات خصوصية. مش اه. بنعلنها يعني. حلو. انت عندك اجابه طيب؟ ايه. تمام السؤال التالت، تفتكروا ازاي حد يتقبل ان يجي حد ويحط طين على عينه ويقول لك اغسل وشك في البركه وهتفتح؟ يعني ايه الموقف متخيلينه ازاي لما السيد المسيح راح للمولود اعمى وقال له الكلام ده؟ مم. ايه رايكم؟ هو اعمى فمش شايف. ثانيه واحده يا جيروم، عايز بس يعني يوسف انا يجاوب اوريدي مره. سكت على يعني فكره هو وخليته مش هو عايزك شايف. تجاوب انت المره هو دي. مش شايف يعني. احسن سؤال الله اعلم بقى اللي هو اول مره هيفتح. ف انت متخيل معايا السؤال؟ اكيد مش واحد هصدق بيقول لك الراجل يعني هو انا اعمى ما عنديش لا عينين. هو خدت من الارض حطها في عين المولود اعمى اللي هو اصلا واحد يعني فاهم الدنيا جايه عليه كده كده، هو هو يعني ما بيشوفش. هو ماشي. واحد حط طين على عينيه ممكن اضيف وقال له روح حاجه. اغسل عينك واغسل وشك وهتشوف. انت ماشي. ايه رايك في الكلام ده؟ ماشي. طب ايه وجهة نظركم في حتة ان السيد المسيح راح للمولود اعمى بعد الزمن ده كله، والمولود اعمى كان عنده ايمان يعني ما عملش مثلا هو ده مين اللي جاي ده دلوقتي بعد كل العمر ده ويقول لي روح اغسل وشك او حط ايدين على عيني ويقول لي هتفتح عينك دلوقتي؟ هو يعني- هو على فكره برضه انا عايز اقول حاجه. المولود اعمى ما دقش نعمه البصر. طب انت عندك راي؟ عندك راي انت تاني؟ هو ايه السؤال اصلا؟ قول السؤال تاني. بس ماشي تمام. بتاع هو طب كان نخش على السؤال اللي بعده. اللي بعده نخش على السؤال اللي بعده. تمام. ليه الكتب والفريسيين برضو كانوا معترضين على المعجزة؟ يعني لما اللي حصل كده الكتب والفريسيين راحوا للمولود أعمى عملوا حاجة معاه، يعني انتوا تفتكروا عملوا ايه؟ لا يوسف بقى مرزي. ماشي تفتكر عمل ايه طيب؟ انت فتحت ازاي؟ طبيعي اي سؤال حد كان هو- اعمى بقى فتح. لا هو بيسأل عن إزاي؟ ليه الكتبة والفريسيين والجماعة اليهود دول كانوا متغاظين. ايوه يعني راحوا كلام المولود هو أعمى عملها على طول. سبت برضو. استاذ مجدي عايز يطردنا وانا لن اسمح بهذا عشان ده مايك. خلاص ماشي. اتكلم بقى ده بقول. خلاص هنكمل. طب تمام. نخش على السؤال اللي بعده. احنا الجمعة الجاية هبقى في ماشي. ثانية واحدة احنا لسه ما خلصناش الأسئلة. توكل. تفسيركم ايه لموقف أهله؟ يعني ايه الموقف أهل المولود أعمى لما الكتب والفريسيين راحوا كلموهم قالوا لهم انتوا ابنكم ازاي فتح او ايه اللي حصل ده؟ غسلوا طبعا ايديه ثانية واحدة اقول لك على حاجة. اه. المولود أعمى لما فتح الكتب والفريسيين ما راحوش كلموه على طول، راحوا كلموا أهله بعد كده راحوا كلموه. صح. فتفتكروا ليه عملوا كده؟ ما راحوش ليه السيد المسيح على طول مثلا؟ مع ان السيد المسيح عمل المعجزة دي في يوم سبت، وزي ما احنا قلنا دلوقتي اليوم السبت ده ما ينفعش تعمل فيه حاجة عند اليهود ساعتها. ماشي. عندك وجهة نظر؟ هو لا. هو تمام. اللي حصل اصلا ان هو بعد ما عملوا المعجزة وقال له روح البركة. استنى واحدة. عندي سؤال حلو قوي. اسأل. الاسبوع ده ليه علاقة بالمية؟ تفتكروا ايه الرابط بين السامرية والمخلع والمولود اعمى تمام. النهارده بالمية؟ أيوة. يعني هو في الثلاث اسابيع دول فيهم مية في الموضوع. قولها بقى بسرعة. الميه بتاعت الميه ولا اللي هي اتكلم. ميه الحياه اللي هي يا ابني ما تقولها العادية يا ابني بتاعت المرة اللي فاتت. قولها التانية السر. استنى قول بسرعة. المعموديه. بالظبط. جبتها على طول. تمام. شفت ازاي؟ جبتها وهي طايره. انتم مذاكرين بقى. ماشي تمام.
بعد لما اليهود حضر منين؟ استجوبوا المولود اعمى طلبوه تاني صح اه علشان يستجيبوه. برضو هو قال لهم كلام كتير، لعلكم تريدون ان تصيروا اولاد او تلاميذ بعد كل ده. يعني هم شتموه، قالوا له الكلام ده كلام كتير قوي. مم. وكل ده مش تمر له بقى يفسر ايه تفكير اليهود تجاه المسيح. يعني لما اليهود مسكوا هم الكهنة ساعتها مسكوا المولود اعمى وقعدوا يقولوا له انت ازاي فتحت، انت ازاي خليته يشفيك في الوقت ده. دي حقيقة. مع ان في حاجة غريبة جدا هنا بيظهر شيء برضو مختلف، ان شهرتك ما تخافش يعني، ان المولود اعمى فجأة لها اهتمام غريب. اه يعني انتوا سايبيني كل ده، وبعد ما الموضوع حصل انتوا جايين تسألوني تقولوا لي يا ترى ليه وعملته وسبته ازاي؟ طب ما فين بقى كل ده؟ خد بالك هي مكتوبة حتى في التفسير بتاع الجزء ده ان هم كانوا بيعملوه وحش جدا. صح تمام. انت عندك وجهة نظر؟ نفس اللوجيك اه. تمام ماشي، يبقى نفس يوسف وجهة نظره نفس اللي قاله جو. تمام. عندنا بقى اخر كام سؤال، والاسئله دي مهمه جدا. نستفيد ايه من الاسبوع بتاعنا؟ انا عاجبني قوي حسد من ماشي، حدث السجود. لما اللي المولود هو اعمى سجد للمسيح، لما بعد ما هو عرف انت مين، انا ابن الله او ابن تمام. الانسان، مش فاكر الايه بس هو سجد له. مش فاكر حلو الآية. قوي. دايما بنستدل بالمولود اعمى هو وغيره من الاسابيع اللي فيها شفاء او خلق بالمسيح الخالق. فكره عن استفدنا إيه من احداث الاسبوع ده اللي هو الاسبوع الموضوع. ان انا حتى بص اقول لك أقول على لك- حاجه أقول لك. في حياتنا عموما يعني. ان انا اصدق كل كلمه ربنا بيقولها لي وانا مغمض عيني إن هو ماشي. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. سلام يا حبايبي، أحلى رجالة مريمينا، كنيسة المحببة إلى قلبي وإلى قلب بورسعيد كلها. ربنا يكون معاكم، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة الصوم الكبير. أنا وصلتني الأسئلة بتاعتكم الخاصة بأسبوع وأحد المولود أعمى. ناخدهم سؤال كده بسرعة. السؤال الأولاني: أحداث أسبوع المولود أعمى. طبعا المولود أعمى حادثة لم تتكرر، واتقال عنها لم يسمع منذ الدهر أن أحدا فتح عيني مولود أعمى. وفي الطريقة اللي ربنا فتح بها عينين المولود أعمى لما تفل على الأرض وأخد من الطفل طينا وحط على عينين الراجل الأعمى، بيدل إن المولود أعمى دوت إنسان مش عادي، مش مجرد واحد أعمى. ده أصلا ما كانش فيه عينين، يعني ما كانش فيه الجزء اللي جوه دوت اللي هو الكرة الإزاز دي ما كانتش موجودة. وإلا كان ربنا فتح عينيه زي ما فتح أعين عميان كتير جدا. لكن بالطريقة اللي ربنا استخدمها عشان يثبت إن هو الخالق وإن هو القادر على إعادة الخلق مرة تانية، استخدم هذه الطريقة. اللي حصل إن ربنا يسوع المسيح كان مجتاز في مكان، شاف إنسان مولود أعمى. الكلام ده في يوحنا 9. فتلاميذه سألوه، قالوا له: يا معلم، يا ترى هو الراجل ده غلط ولا أبواه عشان يولد أعمى؟ فربنا يسوع قال لهم: الحقيقة لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن دي معجزة كبيرة جدا هتمجد اسم ربنا وهيقعد يتحكى عنها كل السنين اللي جاي. وهو بيقول كده قال: أنا نور العالم، ما دمت في العالم فأنا نور العالم. طبعا احنا ملناش نور غير ربنا يسوع المسيح، هو نور العالم اللي لو بعدنا عنه نمشي في الضلمة. وهو بيقول كده تفل، أخد طين من الأرض وتفل فيه، وأخد من الطفل دوت وعمل طين ورايح طلع، يعني حطهم على عينين المولود أعمى، وقال له: روح اغتسل في بركة سلوان. الحقيقة هو ده بقى الاختبار. يعني أنا هحط نفسي مكان المولود أعمى. أنا من يوم ما اتولدت ما شفتش حاجة، معرفش يعني إيه شجرة، معرفش يعني إيه ترابيزة، معرفش يعني إيه باب. كل الحاجات أنا بس أعرف الحاجة اللي بلمسها بس. حتى الملامح الناس لما بحط إيد عليها كده أنا مش عارف شكل الناس إيه. أعرف هنا في مناخير وهنا في ودن، لكن مع كلنا كده يبقى شبه بعض بالنسبة للمولود أعمى. يعني ايه الوان؟ ما اعرفش الالوان. يعني ايه شمس؟ ما اعرفش يعني ايه نور الشمس. يمكن احس بحرارتها لكن ما اعرفش ايه هي. ايه الفرق بين الصبح وبالليل؟ الفرق بين الثلاث والاربع؟ ما اعرفش. كل اللي اعرفه حاجه واحده بس، ان انا لما بلمس حاجه بعرف شكلها. صحيح كان بيسمع، لكن برضو السمع واللمس مش ممكن يعوض النعمه الكبيره جدا اللي عندنا كلنا، المفروض نشكر ربنا عليها كل ثانيه، هي نعمه النظر. فكان الاختبار انه يقول له: روح اغتسل في بركة سلوان. وده بيأكد لنا ان ربنا يسوع لازم يسيب مكان ان الانسان يعمل حاجة. لازم انت تعمل حاجة، يعني انت تذاكر وربنا ينجحك، انت تشتغل وربنا يبعت لك المرتب، انت تزرع وربنا يديك الثمر.
مش ممكن تقعد في بيتك وما تعملش اي حاجة وربنا يبعت لك كل حاجة، مش ممكن. اذا كان الانسان بايده يغسل الطين اللي على عينيه ربنا مش هيعملها. انت روح اغتسل، واللي انت تقدر تعمله اعمله. اللي انت ما تقدرش تعمله انا عملته لك، ان انا اخلق لك عينين. وكان اختبار قوي جدا، ان ممكن كان الانسان المولود اعمى ده يقول يا سلام، يعني اللي خلق عينيا جديده مش قادر يشيل الطين من على عينيا. لكن فعلا ذهب واغتسل واتى ايه؟ واتى بصيرا. ولغايه نهايه الاصحاح في خناقه كبيره جدا بين اليهود وبين الفريسيين مع المولود اعمى وابوه وامه. تفتكروا كان عنده كام سنه؟ هو اكيد كان اكتر من 30، لان لما جابوا ابوه وامه وسالوه قالوا لهم هو كامل السن. كلمه كامل السن يعني في مصر مثلا كامل السن ديت من بعد 18 سنه عشان تكون تعمل بطاقه او رخصه للعربيه. فكامل السن بالنسبه لليهود يعني حد ممكن تقبل شهادته او نسمع كلامه او يكون اي كلام يقوله ليه مصداقيه، لازم يكون عدى 30 سنه. فهو اكيد عدى 30 سنه حسب القانون اليهودي. الأعمى العادي والأعمى اللي بنتكلم عنه النهاردة، إن ممكن يكون العين اللي جوه دي موجودة لكن مش شايف، زي معظم الناس اللي حوالينا اللي بنشوفهم عندهم عينين لكن مش شايفين. يبقى الجزء الأسود دوت اللي هو اسمه البؤبؤ بتاع العين أو القرنية، كل ده موجود، الجهاز نفسه موجود لكن مش شغال. لكن المولود أعمى عنده التجويف اللي في الجمجمة ده فاضي، ما عندوش الكورتين. حط إيدك كده على عينيك، ايوه، هتلاقي هنا في كوره كده جوه، هنا كوره ازاز كده، اللي هي لو لا قدر الله يقول لك عينه اتفقعت. هو المولود اعمى بقى مش كانت موجوده واتفقعت، هي ما اتخلقتش اصلا الكورتين اللي جوه التجويف بتاع الجمجمه ده. في السؤال فعلا سؤال حلو قوي جاي منكم، ان يعني حاجه غريبه ان ربنا يحط طين، يعني جاي يزود الطين بل زي ما بيقولوا كده، انت زودت الطينه بله. لكن التحدي والحاجه الحلوه قوي ان المولود اعمى صدق وقال يعني طب ما اكيد هيحصل حاجه حلوه لما اشيل عينيا، لما اشيل الطين من على عينيا. الكتبه والفريسيين اللي كانوا معترضين على المعجزه لحاجه تافهه جدا وحاجه شكليه قوي وملهاش اي علاقه بفرحه الانسان بعينين جديده، كانوا متضايقين ان المعجزه حصلت يوم سبت. هو ربنا خلق الدنيا في 6 ايام واستراح في اليوم الاخير، فقالوا خلاص احنا ما نعملش حاجه في اليوم الاخير ده خالص. يعني يا سلام لو وقع منك خروف في بير مش هتنقذه. وكان ربنا يسوع قاصد انه يعمل معظم المعجزات يوم سبت، ودي كانت تاني مرة يعمل معجزة يوم سبت. المفلوج كان يوم سبت والمولود اعمى كان يوم سبت، وكان ربنا عاوز يفهمهم الدرس بطريقة اوضح وينقل كلامهم ورأيهم عن الناموسية والحرفية والشكلية. احنا عايزين نخش في الجوهر ويكون قلبك مع ربنا، مش مجرد بس ان احنا نحتفظ بالسبت ما نعملش حاجه. كان ليهم عدد خطوات معينه يتحركوها، وكان ليهم تصرفات غريبه جدا شكليه قوي كده، ومن جوه زي ما قال ربنا يسوع من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. تشبهون قبورا تبدو مبيضه خارجها يظهر حسنا للناس ودواخلكم مملوء عظام اموات وكل نجاسه. السؤال بتاع تفسير موقف اهله، هم خافوا قالوا بصوا هو كامل السن فاسالوه، نعلم ان هو ولدنا ونعلم ان هو كان مولود اعمى واتفتحت عينيه، اما كيف انفتحت عيناه فلا نعلم، هو كامل السن فاسالوه. يعني نقدر نقول ابوه وامه باعوه، قالوا له احنا ما نعرفكش، انت مع نفسك بقى ريس، روح انت شوف مين فتح لك عينيك ورد انت عن نفسك. هو يجاوب عن نفسه. وسؤال حلو قوي برضو انتوا باعتينه عن علاقة الموضوع بالمية. في السامرية برضو كان بير مية. في المولود اعمى الاسبوع ده برضو كان في بركة سلوام اللي هي المرسل. المفلوج كان في بركة بيت حسدة. يعني مية ومية ومية، ايه الموضوع؟ وعايز اقول لكم كمان ان احد المولود اعمى بيتسمى حد التناصير، يعني بننصر فيه، بيبقوا يعني بنبقى مسيحيين الاطفال لما بيتعمدوا في المعمودية. الله، ده الموضوع مقصود بقى، هاشتاج مقصودة. ايه مية في السامرية ومية بركة بيت حسدة مع المفلوج ومية في المولود اعمى بركة سلوام ومية في المعمودية؟ لان الاية الجميلة بتقول من لم يولد من الماء والروح لا يعين ملكوت الله. يوحنا قال انا اعمدكم بماء ولكن ياتي بعد هو يعمدكم بالروح القدس والنار. يعني المعمودية بتدينا الروح القدس اللي بيها بنشوف ربنا وننضم لجسد ربنا كأعضاء في جسده كلنا.
بعد ما اليهود استجوبوا المولود أعمى، يعني قعدوا طول الإصحاح يجيبوه ويودوه ويروح ويجي، ومرة تانية شتموه شتيمة حلوة قوي، فشتموه قائلين أنت تلميذ ذاك، أنت تلميذه. وبصراحة دي يمكن ده الموضوع اللي عايز أطلع بيه من الكلمة بتاعت النهاردة. إحنا عايزين نطلع بالشتيمة دي، عايزين نتشتم الشتيمة دي، الناس تعرف إن إحنا تلاميذه. هم في نظرهم شتيمة، لكن إحنا في نظرنا كل الفخر وكل المجد وكل الكرامة. يا ريت أنا يتقال عليا حتى لو على اعتبارها شتيمة إن أنا تلميذ ربنا يسوع المسيح. تلميذه يعني إيه؟ التلميذ زي الأستاذ بتاعه، شوف ربنا كان بيعمل إيه وأنت اعمل. ربنا كان بيتكلم إزاي اتكلم زيه، بيتصرف إزاي. كان يشتم ولا يشتم، وإن شتم لا يشتم عوضا. كان يقول يصنع خيرا. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. اتقال عنه انه كان بيقدر جدا مريم العذراء مريم وخطيبها يوسف النجار، وكان دائما خاضعا لهما. يبقى احنا نسمع كلام والدينا ونسمع كلام الكبار اللي بيكلمونا بمنتهى الحكمه. ما اعتزش برايي وشذ عن القاعده لمجرد ان انا عايز اعمل اللي في دماغي بس. ما انا برضو لما اكبر واخلف ابني هيجي هيقول لي نفس الكلام، يبقى احنا نسمع كلام الكبير من الاول. دي الحته الحلوه جدا اللي انا بتعجبني جدا في المولود اعمى، انه اتشتم انت تلميذ ذاك. لما قال لهم لعلكم انتم ايضا تريدون ان تكونوا تلاميذ، فقالوا انت ده انت اللي تلميذه. يا رب يشتمونا الشتيمه الحلوه دي ونكون فعلا تلاميذ المسيح. درس حلو خالص من المولود اعمى، ان احنا ما نمشيش الا في نور ربنا يسوع المسيح. اي نور تاني نور خداع، نور ضلال، نور شبوره. مفيش نور غير نور ربنا يسوع المسيح. نسمع كلامه في الانجيل، ندوقه ونستطعمه ونتحد به جسدا وروحا ونفسا في التناول مع القداس والإفخارستية. نتوب ونعترف، وفوق فرصة كبيرة جدا قبل ما ينتهي الصيام نكون قعدنا مع أب اعترافنا، وأقول له كل اللي في قلبي، ولو في حاجة أنا مكسوف منها أقول له أبونا من فضلك اسألني، أو أبونا يطلع منك الكلام. ننظف كده من نفسنا من جوه قبل ما ننظف العيد وننظف بيوتنا وننظف سرايرنا وأساسنا في البيوت. ننظف قلبنا وننظف روحنا، ونروح نتناول من جسد ربنا يسوع المسيح، ونبدأ معاه بداية جديدة. في كل صيام لازم نعلى درجة عن الصيام اللي قبليه. نضرب الروحيات في 2، كل ما هي أي حاجة روحية نضربها في 2. قراية الكتاب المقدس، الأشبية، القراية الروحية، حضور القداسات، كل ده يتضاعف. وفي الصيام نقسم كل حاجة على 2 عالمية، حاجة دنيوية، اللعب، الفسح، الفيسبوك، الواتساب، كل ده زمنه يتقسم على 2. فكده يبقى كل صيام فعلا قاعدين نزداد في القامة والنعمة، زي ما ربنا يسوع المسيح كان كجسده كان بيزداد في القامة والنعمة. كل سنة وانتم تلاميذ ربنا يسوع المسيح، كل سنة وانتم فرحانين. وقريب جدا كمان أيام نحتفل كلنا ببهجة القيامة المقدسة، وننتصر على الخطية وعلى الشهوة وعلى الموت. ليه كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.